تعالي نعمل الرز بلبن النهارده، وهيكون فيه تركايه هتعجبك قوي، وهي دي اللي بيعملوها بره في المحلات. هاتي كده حله، حطي فيها الميه، واول ما تغلي معاكي الميه انزلي بالرز يا بنات. يعني بصي، انا الرز زي ما انت شايفه من المنظم للحله على طول. الرز ده مش بيتغسل، وكمان نضيف. لا، هو كده كده مش بيتغسل. انا لما بجيب الرز يا بنات بجيب الرزه اللي هي حبه وحبه، بتبقى كويسه وما ينفعش تتغسل. بس يا بنات، اول ما الرز بتاعي اتهرى كده معايا، هعمل ايه؟ هي تركايه واحده بس. بصي، هو شرب كل الميه. انا مش عايزه يبقى فيه ميه خالص، يشرب كل الميه اللي انا حطيتها تتسلق فيه، لاني انا هدي الكميه كلها حليب. الهاند بلندر، هي دي التركايه اللي بيعملوها في المحلات، وبنلاقي الرز بتاعهم دايب خالص. بصي، اوعي تفرمي الرز كله، هي بس حاجه بسيطه كده، يمكن النص كده مكسر والنص بتاعه سليم. عايزة اقولك بجد بتودي طعم الرز في حتة تانية الحركة دي، وبتنزل النشا اللي فيها، بتخلي الرز رهيب يا بنات بجد. اللبن ده يا بنات، ده الحليب اللي بيجي من الزرايب. انا يا بنات لما بعمل رز بلبن لازم اجيب الحليب دون، بصي، ومش بغليه. هو يا دوب كده من الازازة اللي بتشتريه فيها، او بمعنى اصح يا بنات، ده الحليب اللي بيبيعوه الفلاحين، اللي هما بيبقوا قاعدين بيسترزقوا كده بالفطير. تاخدي منه احلى لبن بجد. حطيت معاهم كوبايتين من السكر. قللي سكرك في الرز بلبن، ودوقي جمال طعمه بجد رهيب. بجد يا بنات، حطيت 2 كيلو من الحليب، ومعاهم معلقتين من النشا، دوبتهم بشوية حليب صغيرين. وعشان تنزلي بالنشا وما تكتلش منك، لازم ايدك التانية تكون بتقلب. يلا بقى البنات الشطورات اللي لسه متجوزين واللي لسه ما اتجوزوش، يدخلوا يعملوا الوصفة دي، بجد يا بنات هتبهركم، كأنك مشترية رز بلبن من المحل. اخر تركاية بقى معايا، وهي الاهم والمهمة، القشطة. اللبن بتاعي طبيعي فيه قشطة، لانه جاي من الزريبة رأسا للحلة فاكيد فيه قشطة. ولكن القشطة يا بنات بتديله دسامة، بتوديه معاكي في حتة تانية. انت بتاكلي رز بلبن كأنك بتاكلي قشطة. كان عندي كده طبق في التلاجة، خرجته، كان فيه نصه، والطبق التاني يعني بصي قولي مثلا كوباية قشطة. طب ايه الاسود اللي في الطبق دون؟ عايزة اقولك ان ابني من غير ما اشوفه رمى شوية زبيب، فعادي برضو مفيش مشكلة يعني حطهم جوه الحلة اقصد. بس يا بنات بصي، هنا ما كانش لسه برد طبعا. عايزه اقول لك ان اول ما برد الوش بتاعه بقى مكرمش وكريمي جدا. بصي، انا بهزلك الطبق عشان اقول لك انه كريمي، جربي وقولي لي ايه رايك.